بشار ابن برد، ليس هذا بشار المجرم، قال بشار ابن برد: إنما النحل هو النحل، وإنما يخرج من بطونهم هو العسل. فبدأ الرجل يقهقه ويضحك وقال: ليس هذا اختصاصك يا بشار، إن النحل هم بنو هاشم، وأما الشراب الخارج من بطونهم فهو علمهم. فقال له بشار: أسأل الله أن يجعل طعامك وشرابك مما خرج من بطون بني هاشم. يقولون إن عمر بن الخطاب هو إبليس الأبالسة رضي الله عن عمر، فاروق الأمة الأواب. ويقولون ثم يتلوه في الأبلسة بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حتى رووا رواية في كتبهم يقرؤونها إلى اليوم في أبي بكر الصديق، يقولون: دخل يوما، اسمع لن تملك نفسك من الضحك، يقولون إن عمر دخل يوما على أبي بكر الصديق في شهر الصيام وقال: يا أبا بكر، نسيت حينما دخل عليك حذيفة بن اليمان ومعه فلان وفلان في يوم الجمعة من شهر الصيام إلى دارك؟ فلما انتهوا إلى باب الدار سمعوا أم بكر زوجتك، وليست زوجة أبي بكر بأم بكر، قالوا سمعوا أم بكر زوجتك تناشدك وتقول: لك قد عمل حر الشمس بين كتفيك، فقم من الدار إلى داخل الخباء وابعد عن الباب لئلا يسمعك أصحاب محمد فيهدرون دمك. وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دم من أفطر في شهر رمضان من غير سفر ولا مرض. ثم فقال لها أبو بكر كما يزعمون، قال: فقلت لها أنت هات الكأس لا أملك فضل طعامي، أي يشرب الخمر. يقول الشاعر: يا شيعة الإضلال والإفساد، يا مبدأ الإشراك والإلحاد، يا أصل كل بلية ورزية، في الدين لا عون لكل معاد، يا كافرين بأصل دين محمد وعقيدة التوحيد والإفراد، عطلتم العقل الصريح ونوره وتبعتم في الغي كل منادي، لم تعبدوا الرحمن ذا العرش الذي خلق السماء بقدرة وسداد، معبودكم حسن حسين حيدر، ثم الرضي وجعفر والهادي، والعسكري وكاظم وجميعهم لله عباد من العباد، لم يشركوا بالله أو يتخبطوا كتخبط أنتم به وعناد، حاشاهم فهم الهداة وأنتم في الشرك رائحكم وفيه الغادي، سويتم بالله أقطابا لكم فدعوتموهم بغية الإمداد، أشركتم بالله كل مسود تدعونه للغوث والأمجاد، إن الأئمة عندكم في منزل أعلى من الرحمن ذي الأجناد، ويدبرون الكون في أحواله بل يعلمون الموت بالميعاد، والرب عندكم فليس بعالم بدقائق الأشياء والأعداد، حتى يكون على البسيطة وقعها فيرى بديع الصنع والإيجاد، أنتم خنازير الورى وقرودهم شر البرية في أشر بلادي، ولقد رأيت إمامكم يعني الخميني الهالك عليه لعنة الله عز وجل، ولقد رأيت إمامكم وكبيركم في زيه من أصفح الزهاد، فصبرته فوجدته متهالكا خلوا من التقوى وأي رشاد، ذئب عليه جلد ألطف نعجة في مأمن من صولة النقاد، ويعيش للدنيا ويرجو نيلها يخشى عليها وثبة الحساد، ثم بل قلتم إن الحليلة قد زنت وهي العفيفة عن خنا المرتاد، حاشا الشريفة أن تخون محمدا تيمية الآباء والأجداد، والله برأها بنص كتابه عن منكر أو ريبة وفساد، إن التعدد بالتمتع دينكم ولقد كفرت بذلك التعداد، فهو الزنا وهي الفروج معارة
مبذولة بالبخس للرواد. يا شر من وطئ الحصى وترابه، قد قاله الشعبي بالإسناد. كفرتم سحب النبي وسبهم، واللعن عندكم من المعتاد. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، ادعوا الله مخلصين يا عباد الله، فأنتم في آخر ساعة قبل غروب شمس يوم الجمعة، وهي الساعة المرجوة، ساعة الإجابة. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم. اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك ببشار وزمرته، اللهم عليك ببشار وزمرته. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم قر أعيننا بنصرة إخواننا في بلاد الشام. اللهم إن أهل الشام قد تخلى عنهم الناس جميعا، فلا تتخلى عنهم أنت يا رب العالمين، فنعم المولى أنت ونعم النصير. يا رب نعم المولى أنت ونعم النصير. يا رب إن لنا إخوانا في بلاد الشام يذبحون ويقتلون، ولا نملك لهم شيئا إلا الدعاء. اللهم أجب دعاءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تكبير تكبير تكبير، تكبيراتكم يا فارس القرآن. تكبير. جزا الله الشيخ صاحبي كل خير.